كنت قاعد مع صاحبي اللي بيحب افلام الرعب وقال لي بقول لك ايه، تيجي نتفرج على فيلم رعب؟ قلت له ماشي. لما قلت له طب نتفرج على ايه، قال لي اي فيلم الانابل او سايكو او افلام رعب فيها توتر وكده. قلت له طب ما فيش فيلم مصري؟ لقيته عمال يضحك جدا وواقع على الارض من كتر الضحك. بس لما فكرت هو ايه الفيلم المصري فعلا اللي خوفني؟ ليه ما فيش علامات في الرعب المصري؟ ولقيته فجاه بيقول لي حاجه غريبه، قال لي عارف ايه اللي مرعب اكتر من الافلام الرعب؟ ان اللي بيتفرج على الحلقه ما يكونش عامل لايك ولا مشير في القناه ولا مشير الحلقه لاصحابه عشان يتناقشوا. وكمان في حاجه غريبه ان معظم افلام الرعب بتاعتنا اتعمل عليها رياكشنات ضحك او ريفيوهات ضحك، لا ولما عشان يخلوا فيلم رعب بجد قال لك لازم نقول فيه لعنه حقيقيه. تخيل. بس قبل ما نعرف ليه مفيش افلام رعب في مصر لازم نفهم تكوين فيلم الرعب. صلي على النبي ويلا بينا. فيلم الرعب هدفه الأول إنه يجعلك متوتر، يعيشك حالة من الخوف والقلق. المبرر، ركز في كلمة المبرر، بمعنى إن الفيلم فيه أهم حاجة مش موجودة في أفلامنا تماما، وهي بداية وسط نهاية. وبيشرح لك القصة بطريقة سردية تعيشك الأجواء، مش مجرد جامب سكير أو خضة يعني وخلاص. ممكن الفيلم يبقى مبني عن قصة واقعية زي الأفلام اللي بتتكلم عن أنابيلا، وباختصار أنابيلا دي عروسة يقال عنها إن هي مسكونة بجد. من كتر القصص بتاعتها اتحطت في متحف الأشياء الممسوسة أو المرعبة، أو مثلا إنه يصور في مكان حصل فيه اشاعات انه كان فيه قصص رعب او حوادث انها حصلت بجد في المكان ده، زي فيلم ذا كنجرينج. ذا كنجرينج، الله اعلم باسم. جزء من تصوير الفيلم حصل في مزرعه قريبه من البيت الحقيقي لعائله بيرون اللي القصه مبنيه عليها، والبيت ده فعلا فيه تاريخ طويل من قصص الاشباح، لدرجه ان بعض الممثلين والمخرج قالوا انهم حسوا بحاجات غريبه في التصوير الفيلم. او مثلا انك تلعب في حته ممكن يطلع منها الفكره دي، زي انك تعمل اسقاط نجمي فتتحبس في عالم الشياطين، او انك يتعمل لك سحر ومش سهل تفكه، او انك تخش بيت حصل فيه جريمه قتل، او حتى شيء لا يصدقه عقل، ان التليفون يجي له مسج انت هتموت في ميعاد كذا في الساعه كذا وتموت فعلا في الميعاد ده. كل دي مفاتيح تنفع للبدايه، بدايه الفكره نفسها. تاني حاجه ايقاع الفيلم، وايقاع الفيلم اهم من الفيلم بالنسبه لي. لما يكون الايقاع متماسك المشاهد ما يحسش بالملل، مش تفضل تفرش لحته طويله جدا. ليه اشوف قصة حياته ومشواره الفني ده كله عشان يقول الجملة كده؟ دور بقى كبير يعني. لا مؤاخذة بيه خلصنا. او انك تعمل جامب سكير من اللاشيء وخلاص عشان بس ده فيلم رعب ولنا دافعين فلوس جرافيكس، وفي حته مضمونه انك لو لعبت فيها بطريقه صحيحه بتجيب رعب. يعني مثلا انا كمسلم مؤمن ان في حاجات تحصلني من عالم الاخر، فلما بشوف افلام اجنبي بقول في نفسي هو لو كان قال ايه الكرسي في الحته دي كان الحوار خلص من الاول، وده بيديني احساس بالامان شويه. فلما يتعمل فيلم رعب من مسلم او معمول بثقافه قريبه من ثقافتنا شويه بتحس ان يا نهار ابيض ما لو ظهروا قدامي اصلا هلحق اقول الاحصان بتاعتي. عشان كده في افلام ما بستحملش ان اشوفها. لا وكمان لما بيبقى مبني عن قصه حقيقيه الموضوع بيبقى مرعب اكتر لانه قريب من ثقافتك. وده ما يخلينيش اقول ان افلام الرعب الاجنبيه ما بتخوفش، لا هي بتخوف عادي، لكن احساسك بالامان سنه ان دي مش ثقافتك بتريحك. لكن عندنا بقى دي مش افلام رعب، دي مسخره. يعني مثلا فيلم زي كم، ايه المرعب في الفيلم بعد اذنك؟ لا بجد اشرح لي ايه المرعب في الفيلم؟ ليه تخاف من فيلم زي ده؟ ده فيلم ولا فيه وسط ولا فيه نهايه ولا وحياتك بدايه، مفيش مبرر درامي قوي للقصه. لا مثلا البيت وراه قصه مرعبه بجد ولا دول ممثلين اصلا، وهو بيعمل كده ليه حضرتك؟ انت بتعمل كده ليه يا باشا؟ واجواء التوتر فيه ممله قوي، ما فيهوش حاجه من اهم عوامل افلام الرعب وهي الموسيقى التصويريه اللي هي عمود مهم في افلام الرعب. الموسيقى التصويريه بتهيئك للمشهد اللي انت داخل عليه، اذا كان جامب سكير ولا داخل على شرح ولا انت داخل في مطارده. ده ساعات الصمت نفسه بيبقى مرعب بطريقه اكتر من لما يكون في موسيقى تصويريه، ده لو الفيلم مع مخرج بيفهم يعني. لكن موسيقى الافلام بتاعتنا دي مش موسيقى، دي سيمفونيه. وكمان عامل الاجواء، اهم عامل الفيلم اجواءه. كاميرا افلام الرعب دايما بتبقى معتمه مايله للظلام عشان لما القصه تنتهي تحس انه من الوان المشهد ده ان دي النهايه او ان النهايه بقت سعيده، او حتى يفرش لك حاجه. عامل الالوان ده مهم لتحديد معيار المشهد نفسه، وده من عوامل اني ما بخافش من فيلم الانس والجن برضه، غير ان عادل امام كان عامل جن كاريزما عشان كده ما كنتش بخاف الصراحه. بس الفيلم موده مش رعب خالص. انا مستعد اقول ان مسلسل البيت بيتي كان مرعب اكتر منه، وده يخليني اقول لك ان الرعب ليه اكتر من اتجاه، زي الرعب الكوميدي والرعب النفسي والرعب الدرامي ورعب الاشباح. زي في مصر مثلا مسلسل البيت بيتي زي ما قلت لك انه مش لازم الرعب يبقى درامي بس، لا عادي يطلع منه كوميديا وفي نفس الوقت ممكن يخوفك. بس مثلا فيلم زي دراكولا بتاع استاذ احمد عدويه، انا مش فاهم الفيلم رعب ولا كوميدي ولا موسيقي ولا ليلته ايه حضرتك. تيجي الاهم عامل الجامب سكير، الخضه. كل ما الخضه تبقى مفاجاه لازم تبقى مبرره. يعني انت داخليا انت عارف انك داخل على جامب سكير، ده بيبقى فيه فرش للموضوع ده، بس برضو مش قادر ما تخافش لانك مش متخيل المنظر اللي انت داخل عليه او المشهد اللي انت هتشوفه، مش متخيل البشاعه بتاعت الجن او الفيلن اللي انت هتشوفه من ساديه او ايا يكن من الرعب. وده اكتر حاجه
بتحركك فيه هو فضولك. الفضول هو اهم عامل بيحرك الفيلم. انت مش عارف انت داخل على ايه، ودايما عايز تعرف القصه او تتوقعها. يعني مثلا اكتر جمله بتقولها لما بتشوف فيلم رعب مثلا والباب اتفتح بدون اي مبرر، وتلاقي البطل او البطله رايحين للباب، انت في دماغك بتقول انت رايحه ليه ومش ليه، مش لما انت اهربي يا حبيبتي. مع ان انت لو في المكان ده برضو انت ساعتها يبقى عندك فضول تعرف ايه اللي فتحه، مش هتسكت وهتكون عارف تفهم ايه اللي فتحه حتى لو عارف ان ده خطر، لانك في بيتك مش هينفع تسيب بيتك وتمشي. وفي افلام بره بيبقى ميزانيه الافلام كبيره وضخمه عشان مؤثرات الفيلم الرعب تبقى واقعيه، عشان زي ما ست الكل بتقول لي مش هنبوظ الاكله عشان بقرش ملح. عندنا في مصر صعب يبقى الفيلم ميزانيته كويسه الا في حالات معينه، زي مثلا ان الفيلم فيه عادل امام، عزت العلايلي ويسرى. بالنسبه لي ميزانيه الفيلم ده هنا كانت في النجوم مش في المؤثرات بتاعه الفيلم خالص. ونيجي هنا للفيلن نفسه، الشرير، مصدر الخطر، اهم عامل في الفيلم بالنسبه لي. اهم حاجه عشان يبقى الفيلم رعب هو اننا بنخاف من الشرير ليه، مثلا عنده قوه خارقه للطبيعه او من عالم اخر، او ده كائن هدفه الاول والاخير انه يأذيك، او انه مريض نفسي زي فيلم سايكو. بالمناسبه دي فيلم زي سايكو يعتبر رعب زي ما قلنا ان هدفه التوتر. وهيتشكوك من اساتذه النوع ده. ألفريد هيتشكوك درس فنون وتصميم جرافيك في لندن، لكنه قعد ياخد كورسات ويقرا عن السينما بشكل منهجي، وكان بيعتمد على نظريات نفسيه زي نظريات فرويد في بناء التوتر. فدي حاجه خلته مهيأ ازاي يستخدم الحاجات دي اللي في افلامه. وبرده دايما في هدف للشر، واهم حاجه هيئه الشرير لازم يبقى هيئته تخوف وبشكل طبيعي تخوفني، ما احسش ان ده مكياج ولا دي مؤثرات عشان ما اخرجش من مود الفيلم. لكن عندنا ممكن الفيلن يبقى مغني شعبي وبيهزر كمان ومركبين له طقم اسنان بايظ، وانا هنا مش قصدي ان المغنيين ما بيعرفوش يمثلوا، على فكره استاذ دياب لوحده وينهي النظريه دي، بس الموضوع ما بيبقاش هزلي للدرجه دي. واهم عامل بالنسبه لي المخرج. هنا تاتي الاشكاليه. افلام الرعب المخرجين بتوعها بتحس ان هم متخصصين في النوع الاخراج ده، يكونوا على الاقل واخدين كورسات او ملمين بالموضوع بكل انواعه بقى، اذا كان دموي، رعب نفسي او رعب اشباح، بيعرف يعيشك المود. لكن عندنا بحس ان المخرجين فاكرين الفيلم عباره عن خضه وبس، او مثلا انه ما بينكش ان الفيلم رعب اصلا. يعني مثلا عندك فيلم انجح في افلام الرعب اللي حصلت في مصر ماديا، مع ان الفيلم مش رعب بالنسبه لي، هو فيلم الفيل الازرق. بحس موده دراما وقصه اكتر منها رعب. حتى الاشادات بتاعه الفيلم تبقى عن اداء الممثلين او المخرج مش عشان الرعب. وانا هنا مش بقول ان الفيلم وحش، الفيلم حلو جدا وقصته حلوه جدا وتناول الموضوع بصوره دراميه كويسه، بس مش رعب. بس الفيلم اللي بجد بقى بحسه ان هو رعب ان ممكن نحطه كويس شويه، هو اللي ينفع يبقى فيلم رعب بعيدا عن بداهه بعض الاشياء، هو فيلم التعويذه. الفيلم ليه قصه وليه مبرر كويس وليه فرشه كويسه وليه مواقف مرعبه كويسه، مش جايه من الجامب سكير وخلاص، لا، في حاجات بتخوفك زي مثلا رجل الجدي اللي قعدت فتره كبيره عامله تروما للناس وعلقت مع الناس كتير لدرجه انه اتعمل عليه افيه في فيلم جاءنا بيان التاني. بس فيلم واحد بس اللي عرفنا نعمله بجد. بس اللي تستغربوا ان مجتمعنا مليان ماتيريال لافلام رعب مهوله، يعني اذا كان قصص النداهه او البيوت المسكونه اللي مفيش اكتر من قصصها عندنا والقصور المسكونه، او قصص الرعب بتاعت احمد يونس قعد فتره كبيره من اهم الناس اللي بتقدم قصص رعب قويه جدا في مصر. ليه ما بيتعملش؟ ليه مثلا تاخدوا قصه قصتين يتعمل منها فيلم او مسلسل ونقعد نطوره ونستعين بناس بتفهم في المجال ده؟ واكبر دليل ان الناس لما بتعرف تستغل الموضوع صح يبقى حتى في جزء من النجاح هو مسلسل المداح. والله ينفع شاعر. الناس بتخاف من الاشياء بسبب ان انا ممكن اعيش في الموقف ده، عشان كده المداح في ناس كتير بتخاف من الموقف اللي هو فيه عشان قريبه من الواقع بتاعنا او ثقافتنا. اللي ممكن تسمع عنه ان في حد معمول له سحر او مواجهات مع عالم اخر، على قد ما ساعات بتخرج من الطبيعي الصراحه بس بتقرب للناس. بس برضو افلام الرعب اللي بره مع انها مش شبه ثقافتنا او مجتمعنا بتخوف. ليه؟ عشان فيها معظم عوامل النجاح، من اخراج لممثلين لكتابه لباك ستوري لوجود مبرر للخوف. لكن في مصر مفيش فيلم بتجمعه 3 عوامل حتى من العوامل اللي انا قلت لك عليها دي، عشان كده صعب انك تلاقي افلام رعب في مصر. ده لما استاذ عزت العلايلي قرر انه يعمل فيلم رعب كان ممل بطريقه وحشه قوي، ومش بس كده كمان قال لك عشان اخلي الفيلم رعب بجد نقول فيه طلاسم بجد، اللي خلت الناس في السينما ساعتها تشوف حاجات وتعيش يوم مرعب جدا. فمش عشان تعمل لي فيلم رعب تعيشني رعب بجد يا استاذ، هو يا كده يا كده مفيش في النص. بس اتمنى ان اشوف فيلم رعب وسطي كويس او توتر حتى، عشان العيب بيبقى عندنا السينما بتاعتنا دي اللي فيها الكم الكبير ده من الافلام وما عندناش افلام رعب كويسه. وعلى فكره الممثلين عندنا يقدروا يمثلوا رعب كويس جدا، اذا كان من اول استاذ يوسف بيك وهبي اللي كان عامل دور عظيم في دور الشيطان يقدر يخوفك جدا، او استاذ يحيى الفخراني في ونوس اللي كان بيخوفك بعينيه. ممكن تستغرب اللي انا هقوله ده، بس سمير سبوت من اكتر الشخصيات اللي بتوترني اللي انا بشوفها. انت مش فاهم وصل درجه الجماح وفي الجنون دي واصله لغايه فين. فياريت المخرجين يهتموا بالموضوع ده. وبس انا كده خلصت. ما الحلقه تكون عجبتكم ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان كل جديد. واحنا على الفيسبوك نعمل فولو، وعلى التيك توك نعمل فولو، وعلى الانستجرام نعمل فولو. ما تنساش تشترك في قناه ما تسال اللي بنجاوب فيها على الاسئله اللي انت مش عارف اجابتها. ما تنساش تروح تقول لنا اسئلتك هناك واحنا باذن الله نجاوبها لك. ويا صاحبي ما تسال. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
dun